أهلا بيكم. النهاردة هنفتح مع بعض كتاب بصراحة شيق جدا اسمه Design by Nature أو التصميم بالطبيعة. الكتاب ده لماجي ماكناب. يعني هي ككاتبة تجربتها نفسها مميزة قوي، علمت نفسها بنفسها وبقت بتدرس ديزاين. بالظبط كده. والكتاب مش مجرد كلام أكاديمي يعني. لا خالص، ديبي ميلما المصممة المعروفة كتبت في التقديم بتاعه إنه بيربط العلم بالفن، وبيخلي الواحد يشوف الإبداع ده كأنه يعني امتنان للطبيعة. حلو قوي التعبير ده. طيب مهمتنا بقى النهاردة إننا نستخلص أهم الأفكار من الكتاب ده. تمام. هنتكلم عن الجماليات والحدس وإزاي نفهم الفرق بين البساطة والفراغ في التصميم. كل ده من منظور الطبيعة. يلا بينا. يلا بينا. الكتاب بيبدأ بفكرة قوية قوي، فكرة إن جوانا زي بوصلة كده طبيعية اللي هي الحدس. مم. ماكناب بتشوف إن الحدس ده عضلة المصمم لازم يمرنها. الموضوع مش بس تكنيك، لأ. فعلا، يعني مش كفاية تكون شاطر تكنيكيا بس، الحدس ده اللي هو بيضيف السحر والإنسيابية للشغل. زي هي مثلا. زي الفرق بين واحد بيأدي حركات رقص وخلاص وبين راقصة باليه حقيقية بتحول الحركات دي لفن وروح. الحدس هو اللي بيجهز العقل للإبداع أصلا. طب وقصة باكمنستر فولر اللي في الكتاب دي كمان بتوضح النقطة دي، صح؟ القصة دي قوية جدا. هو كان خلاص على وشك الانتحار، لكن جات له لحظة حدس كده، يعني زي وحي، خليته يغير مساره ويكرس حياته لخدمة البشرية. يعني الحدس ممكن يبقى قرار حياة أو موت حرفيا. بالظبط. وفي حكايات تانية برضو لذيذة في الكتاب، زي إيه؟ زي حكاية المصمم اللي استلهم طريقته في الشغل من فيلم الميكانيكي بتاع تشارلز برونسون. فاكر الحتة دي، اللي هو بيغرق نفسه في المعلومات والتفاصيل. أيوة، يفضل يجمع معلومات عن المشروع لحد ما الفكرة أو الحل الإبداعي يظهر لوحده كده يطفو على السطح. جميل، وده بيوصلنا لمفهوم تاني اللي هو السينكرونيسيتي أو التزامن. مظبوط، التزامن. ودي مش مجرد صدف عادية، لأ، دي الصدف اللي ليها معنى، اللي بتظهر فجأة كده وتحس إن ليها رسالة. يعني ممكن تحل مشكلة تصميم كانت واقفة. ممكن جدا. زي الفنان اللي صمم عمل المسافر الرملي، كان عبارة عن جزيئات كده بتتحرك وبتتفاعل مع بعضها وبترسم لوحات لوحدها بشكل غير متوقع. ده تجسيد للتزامن في الفن. حلو قوي المفهوم ده. طيب، ومن الحدس والتزامن نروح بقى لحاجة تانية أساسية في الكتاب، الفرق بين البساطة والفراغ. النقطة دي مهمة. الكتاب هنا بيستعين بفلسفة يابانية اسمها وابي سابي. الوابي صابي دي اللي هي إيه بالظبط؟ دي فلسفة يعني بتشوف الجمال في الحاجات اللي مش كاملة، الحاجات الطبيعية البسيطة اللي عليها أثر الزمن أو الاستخدام، زي حتة خشب قديمة كده. يعني الجمال في عدم الكمال. بالظبط. وده مختلف مثلا عن مفهوم الجرانج الغربي. الجرانج ممكن يبقى فوضى مقصودة، نوع من التمرد، لكن الوابي صابي فيه هدوء وتقبل أكتر. فهمت. طب والمثال بتاع براند موجي اليابانية ده بيوضح إيه؟ المثال ده ممتاز. موجيك منتجاتها بسيطة جدا، غالبا من غير لوجو واضح، وبتركز قوي على إعادة التدوير وتقليل النفايات. وهنا بقى بنشوف تطبيق لفكرة الفراغ بمعناها الإيجابي، صح؟ أيوة، الفراغ هنا مش معناه فاضي وبس، لأ، ده معناه مساحة مفتوحة، اتساع، إمكانية. زي بوستر ليهم كان بيصور الأفق الواسع في منغوليا، بيديك إحساس بالراحة والاتساع والسكينة. يبقى كده نقدر نقول إن البساطة هي اختزال للوصول للجوهر، رسالة مباشرة. تمام، زي لافتة بتقول قف، واضحة وصريحة، يا أبيض يا أسود. أما الفراغ بالمعنى ده فهو زي دعوة للتأمل والتفسير. بالظبط كده، زي رمز اليين واليانج، مش بيديك معلومة مباشرة لكن بيفتح لك مساحة تفكر في التوازن والتكامل بين الأضداد. ممكن نقول حملة أبل بتاعة Think Different مثال على ده؟ مثال رائع، فيها بساطة في الشكل لكن بتفتح مساحة واسعة جدا للتفكير في الإبداع والاختلاف والمعاني اللي وراها. جميل. والإلهام من الطبيعة مش بس في الشكل والجماليات بقى، ده بيمتد للأخلاقيات كمان. فعلا، الكتاب بيتكلم عن مفهوم البيرماكولتشر أو الزراعة المستدامة. وإزاي نطبق ده في التصميم؟ الفكرة الأساسية في البيرماكولتشر هي تصميم أنظمة بتشتغل بتناغم مع الطبيعة وبتقلل الهدر لأقصى درجة ممكنة. في التصميم ممكن نطبق مبدأ زي التواصل بدون هدر.
يعني إيه تواصل بدون هدر؟ يعني بدل ما نعمل تصميمات مليانة دوشة بصرية وزحمة تفاصيل ملهاش لازمة، نقدم المعلومة المفيدة بوضوح ببساطة من غير ما نشتت اللي بيتلقى الرسالة. زي موقع إنترنت مثلا يوصلك للي أنت عايزه بسهولة بدل ما يغرقك في إعلانات وحاجات تانية. بالظبط كده. وده تحدي مهم قوي في عصرنا اللي مليان معلومات. تمام. وفي نقطة كمان عن أهمية الطفرة أو التغيير المفاجئ. زي ما بيحصل في الطبيعة وتطور الكائنات، الطفرة دي ممكن تكون آلية لخلق استجابات جديدة ومبتكرة للظروف اللي بتتغير حوالينا. والمثال اللي في الكتاب كان قوي جدا. جدا. رد فعل المصممين في العالم كله بعد كارثة تسرب النفط بتاع شركة بي بي. عملوا إعادة تصميم للوجو بتاع الشركة. أيوة، كتير منهم استخدموا اللوجو وعملوا منه تصميمات نقدية وساخرة بتعبر عن الكارثة البيئية دي. كانت يعني طفرة إبداعية وأخلاقية جماعية. يبقى خلاصة رحلتنا في كتاب التصميم بالطبيعة إن الطبيعة دي فعلا مدرسة تصميم متكاملة، مش مجرد منظر حلو خلاص. مظبوط. بتعلمنا إزاي نستخدم حدثنا كأداة، وإزاي نفهم ونطبق مفاهيم زي الوابي صابي، ونفرق كويس بين البساطة والفراغ الإيجابي. وكمان إزاي ندخل مبادئ أخلاقية مستدامة في شغلنا. والكتاب بيختم بلمسة كده يعني بتخلي الواحد يفكر، بيشرح فكرة درجات الحرية. اللي هي تطور الأشكال الهندسية. أيوة، إزاي الأشكال بتتطور من نقطة صفر بعد لخط بعد 1 لمربع بعدين لمكعب 3 أبعاد. وبيسأل سؤال في الآخر. بيسأل: هل لو تأملنا في بساطة الأشكال الأولية دي وتطورها التدريجي للتعقيد ده، هل ده ممكن يكون مفتاح لإيه بالظبط؟ مش بس لحل مشاكل تصميم معقدة، لكن كمان لفهم أعمق، فهم إزاي التعقيد بيتولد أصلاً من البساطة في حياتنا إحنا وفي تفكيرنا وفهمنا للعالم حوالينا. سؤال فعلا يفضل يرن في الدماغ بعد ما نقفل الكتاب، محتاج تفكير.